كمان من هوانم السينما ثابت الوزير اللي بنالها القصر علشان البيه البواب. حبها الجمهور من خلال شخصيات متنوعة قدمتها بطريقة مبهرة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، ومن ضمن الأعمال دي ليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي وأوبرا عايدة وحب لا يرى الشمس والبيه البواب وعفاريت السيالة. تعالوا نعرف قصة هانم السينما صفية العمري. النجمة المصرية صفية العمري من أشهر الممثلات في حقبة السبعينات والثمانينات، واشتهرت بتطبيق شخصية ناظج هانم السلحدار في مسلسل ليالي الحلمية. وكانت دايما هانم السينما صفية العمري حريصة إنها تبعد حياتها الشخصية عن عين الصحافة، واتجوزت من الفنان المصري جلال عيسى وجابت منه ولدين هما وليد وأحمد. ولكن الجوازة دي ما استمرتش كتير وانتهت بالانفصال، واتجوزت للمرة التانية من وزير الدفاع المصري وقتها المشير محمد أبو غزالة، ولكن كانت جوازة عرفي وبنالها قصر أسطوري في شارع الكورنيش في المقطم، وده بعد طلاقها مباشرة من الفنان جلال عيسى. دي بقى الجوازة اللي رفضها الرئيس الراحل مبارك، فكان السبب الرئيسي ورا انفصالها عن المشير أبو غزالة. وحكت الفنانة صفية العمري إن إشاعة تشوه وشها بسبب عمليات التجميل دمرت حياتها لسنين طويلة، ووجهت لمروجين الإشاعات دي رسالة كان مضمونها اتقوا ربنا في حالة مرضية، وقالت إنها اتصابت بمرض العصب السابع أثناء تصوير فيلم صاحب الإدارة بواب العمارة، وهي حالة اتسببت في ارتخاء العين وشلل في جزء من وشها، ومثلت مشهد في الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية اللي بتلعبها المفروض إنها هتتصاب بالشلل في مشهد من الفيلم فأدته بشكل طبيعي. وقالت كمان صفية العمري إنها أخدت العلاج المناسب بعد كده وخفت، ومثلت الكثير من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن إشاعة تشوه وشها انتشرت وخلت المنتجين إنهم ما يعرضوش عليها أدوار لحد فترة قريبة. وكشفت صفية إنها تعرضت لعملية نصب، وقالت ده في برنامج من البرامج الحوارية، وقالت إن الموضوع ده كان هيقضي على ثروتها بالكامل، وده بعد ما جالها شخص وادعى إنه من طرف الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي ونصب عليها وأخد من ثروتها مبلغ كبير جدا. طيب مين بقى اللي اكتشف الفنانة صفية العمري؟ تعال أقول له. الفنانة صفية العمري اكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وقدمها في أول بطولة سينمائية في فيلم العذاب فوق شفاه تبتسم قدام الفنان محمود ياسين، ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية وتوالت الأفلام عليها ووصلت لحد 100 فيلم، من أهمها المهاجر والمصير مع يوسف شاهين والبداية والمواطن المصري مع صلاح أبو سيف. وخدت جوائز كتير في الكتير من المهرجانات الدولية والعربية، وشاركت كعضو لجنة التحكيم في الكتير من المهرجانات. ودي بقى كانت قصة هانم السينما صفية العمري. قولولنا في التعليقات ايه اكتر فيلم بتحبوه لناظج هانم السلحدار.